مع الهاتف محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الأولمبي الذي يرغب الزمالك في التعاقد معه بداية من هذا الموسم أو فترة الانتقالات الشتوية. محمود عبد الرحيم جنش، أهلا بيك. اهلا بحضرتك يا محمد. ازيك يا كابتن؟ الحمد لله كله تمام. قول لي 5 مليون جنيه برأيك انت الشخصي كلاعب لما تطلب 5 مليون جنيه فيك، شايفه رقم مبالغ فيه فعلا ولا شايف ايه؟ والله انا ما اعرفش، يعني انا كلمت استاذ احمد عفيفي امبارح ويمكن هو مكلمني وقال لي، وانا قلت له ان انا رغبتي العب في نادي الزمالك ودي فرصه ليا ان انا اظهر وكده. وهو هو امبارح مشكورا قال لي خلاص ماشي وكده، ويمكن المجلس اجتمع امبارح وكلهم وافقوا بالاجماع ان انا امشي، لان انا في نقطه يمكن ما حدش يعرفها في مصر وممكن انا اقولها لحضرتك اول مره. انا لسه مجدد اول السنه دي عشان افيد النادي الاولمبي باي فلوس ماديه، لان انا برضو اول السنه جالي كذا نادي وكده فما حصلش نصيب وكده. انا ما قصرتش مع النادي وكده، وانا قلت اقف جنب النادي والنادي في ازمه ماليه، لكن انا نفسي النادي الاولمبي يتساهل شويه في الموضوع دوت، لان دي رغبتي ورغبه اي واحد في مصر، يعني ان هو يلعب في نادي الزمالك. طب قول لي، النهارده حصل اي اتصال بينك وبين حد من الاولمبي او الزمالك بعد الجلسه اللي جمعت الطرفين اليوم؟ هو بعد الماتش يمكن كان عندنا ماتش النهارده، وبعد الماتش التقيت باعضاء مجلس الاداره، ويمكن هم بنفسهم هم جم سلموا عليا وقالوا لي ان شاء الله احنا هنبارك لك بالليل في جلسه وكده، وان شاء الله المفاوضات، واحنا وافقنا كلنا، ويعني ما فيش مبالغه في المبلغ وكده، لكن انا سمعت غير كده خالص، ودي حاجه تخص مجلس اداره الاولمبي. وانا انا بناشدهم طبعا، دي رغبتي، يعني من خلال حضرتك دي رغبتي وكده، وان انا اروح نادي الزمالك، طبعا اسم كبير ونادي كبير، وربنا يكرم يعني يعني والصفقه تتم يعني ان شاء الله. جنش، قول لي انت احكي ايه جنش دي الاول، جايه منين دي؟ والله يعني من وانا صغير، يعني في ناشئين النادي الاولمبي وكده، وكان عندنا ماتش مع النادي الاهلي يعني كنا بنلعبه خماسي وكده، فرقصت وطلعت من الجون ورقصت وجبت جون، فمن ساعتها وهي بقت معايا. يعني معناه ان جن يعني في الملعب؟ ممكن كده. طب قول لي يا جنش، انت مين اللي اجرى معاك مفاوضات من الزمالك من البدايه، وعرفت منين ان الزمالك بيرغب في التعاقد معاك؟ والله هو يعني اللي بلغني كابتن وليد ابراهيم، هو اللي كلمني وكده. ده مدربك؟ عماد المندوب. وكابتن وليد ابراهيم ده مدربك مثلا؟ لا، حارس مرمى معايا برضه في النادي الاولمبي، بس هو كان بيلعب في نادي الزمالك، في ناشئين نادي الزمالك. تمام. فكلمني وقال لي كابتن عماد المندوب عايزك وكده، وانا كلمت كابتن عماد وبعد كده يعني قعدت مع كابتن ابراهيم وكابتن عماد، وصراحه يعني انا بشكرهم. كابتن ابراهيم حسن كبيره جدا في قعدت معاهم فين؟ في نادي الزمالك ولا بره ولا في اسكندريه ولا فين؟ في نادي الزمالك؟ قول خلاص، ما انت قلت قعدت معاهم بقى خلاص يعني. انا الحمد لله يعني قعدت معاهم. مش هتفرق فين بقى؟ بشكرهم طبعا، ثقتهم فيا كبيره جدا، وانا ما هو الموضوع اصله يستاهل مشوار برضه من اسكندريه للقاهره متهيألي. ايه؟ الموضوع يستاهل انك تضرب مشوار للقاهره. طيب ربنا يكرم يعني ان شاء الله. يعني طبعا انا بشكرهم، يعني ثقتهم كبيره جدا فيا وهم متمسكين بيا. تمام. وانا متمسك بيهم، وانا ان شاء الله نفسي ابقى معاهم وكده، وربنا يكرم ان شاء الله. عموما اكيد صوتك واصل حاليا لمجلس اداره الاولمبي. خليك معايا جنش. معايا على الهاتف ايضا السيد ابراهيم الشيخ، نائب رئيس النادي الاولمبي. سيد ابراهيم، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم محمد، لحضرتك. اهلا بيك يا فندم. طيب. اهلا بيك. معايا على التليفون محمود عبد الرحيم جنش حارس الاولمبي، وبيناشد ابننا العزيز. بيناشد مجلس الاداره عدم المبالغه في المطالب الماديه، وبيقول ان امنيته انه يلعب للزمالك. وعرفنا اليوم ان النادي الاولمبي طلب 5 مليون جنيه، ومبلغ يعتبره الزمالك مبالغ فيه جدا. وهل فعلا الزمالك عرض 2 مليون او 2.5 مليون؟ عايزين نعرف التفاصيل. لا، هو نادي الزمالك يا فندم ما عرضش حاجه رسمي يعني. نعم. بارقام ماليه. نعم. لكن هم الناس جم اتفاوضوا، وناس بمنتهى الاحترام. نعم. جه سياده المستشار جلال ابراهيم بنفسه. نعم. ومعاه الكابتن اشرف صبحي للتفاوض مع المحاسب احمد عفيفي رئيس النادي. نعم. وكان الحوار في منتهى الود، وهم عايزين ابننا، واحنا موافقين لمصلحه الولد. وانت حضرتك عارف، انت حضرتك جريء جدا وبتعاني مشاكل زينا اللي هي الانديه الشعبيه، ورايحين لفين في مصر. والسقف اللعيبه اللي واصل لغايه مش عارفين يعني. تمام. فهم انديه الاهلي والزمالك والبترول والجيش هم اللي رفعوا الاسعار دي. تمام. طب احنا كان علينا
احنا يعني يشرفنا طبعا كنادي الاولمبي لما يطلع ناشئين تلعب في الاهلي وفي الزمالك اللي هي القلاع الكبيره دي، ويخشوا منتخب مصر عن طريق الاهلي والزمالك والاسماعيلي. بالظبط كده طبعا. احنا نتمنى لابننا طبعا كل اللي هو طب قول لي كانت مطالبكم ايه يا سيد ابراهيم؟ نعم يا فندم. مطالبكم الماديه كانت ايه من نادي الزمالك؟ والله احنا طالبين 5 مليون. انتوا طالبين 5 مليون، انت مش شايف ان الرقم ده مبالغ فيه؟ استاذ محمد اللاعب اللي معانا دلوقتي سنه صغير جدا، واعد والايام بيننا ان اللاعب ده من اللعيبه من حراس المرمى اللي هي صعب تكرارها. ريباوند عالي جدا بتاعه، ذكاء ملعب، ذكاء موقف، من الجوان اللي ما بتهدرش الكور، لا حارس مرمى على مستوى عالي جدا. طب انتوا طلبتوا اللاعب ده هيوفر لنا، يعني احنا ان شاء الله لو كان سبب في طلوعنا او صعودنا للممتاز، معلش من البث يجي 6 مليون، من الاهرام بيجي لها مش عارف كام مليون، هناخد قد كده مرتين. طب قول لي ان اللاعب ده ممتاز جدا. انت ابلغتوا الزمالك برقم 5 مليون؟ ايوه يا فندم. طب الزمالك كان رده ايه بسياده المستشار جلال ابراهيم؟ يعني في مناقشات. يعني هو عرض كام؟ يعني اكيد هو حضرتك يعني ما عرضش مبلغ يعني. بس هو قال يعني يا جماعه يعني شويه معانا احنا، فاحمد ده عفيفي قال يا ريت ان سياده المستشار يعني يتفاوض مع مجلسه، وهو قال برضه للاستاذ احمد عفيفي تتفاوض مع مجلسك ونشوف المواضيع ماشيه ازاي فيه. انت شايف الرقم المناسب ايه يا استاذ؟ بتعرف اكيد الزمالك مش هيدفع 5 مليون. انا كان عايز 100 مليون. ما انا فاهم، لا يعني واحنا نتمنى للاولمبي 300 مليون مش 100 مليون. يا رب احنا لكن محمد الكره او الرياضه عموما تمشي في المسار الطبيعي للحياه في مصر. حضرتك من الناس اللي عندها الجرأه بتتكلم في كل حاجه. تمام. احنا رايحين لفين؟ احنا رايحين لزحل. انا بطرحه باسم الانديه الشعبيه. زحل ان شاء الله. نعم. زحل. والله عندك حق، وانا سعيد جدا بمكالمه حضرتك. انما انتوا مصممين على 5 مليون حتى تتجدد المفاوضات. ان شاء الله الرحمن. تمام. حتى لو الولد نفسه معاه التليفون بيناشد مجلس اداره الاولمبي في التنازل بعض الشيء عن هذا الرقم. هو اسالوا عليا انا علاقتي بيه ايه، علاقتي بجميع اللعيبه ايه، لان انا راجل لعيب كره قدم. تمام. وعارف مصالحهم كويس، بس احنا برضو احنا لنا مصلحه عليا. يعني انا عايز اصرف على عندي 100 زي جنش، وفي العاب اخرى كمان. طب امتى هتبقى في جلسه جديده؟ هل تحدد ميعاد جلسه اخرى ولا انتم منتظرين؟ قريب جدا يعني في خلال الساعات القادمه ان شاء الله الرحمن. انما الاولمبي في جميع الاحوال ما عندوش مانع انه يتنازل عن اللاعب للزمالك حتى الوصول لاتفاق مادي يعني. ما احنا يهمنا مستقبله، وراح نادي محترم، نادي كبير، مؤسسه رياضيه كبيره، رئيس محترم، وده مستقبله يهمنا كلنا لانه ابننا. تمام كابتن ابراهيم، انا بشكرك جدا. جنش اذا كنت حابب تعلق. الو جنش اذا كنت حابب تعلق اتفضل. طبعا زي ما قال الاستاذ ابراهيم وكده، يعني انا ابن من ابناء النادي وهو يتمنى لي الخير. فانا يعني انا برضو يعني انا ما اتاخرتش في النادي في حاجه، ويمكن انا يعني مثلا انا عمري ما اتكلمت في اي حاجه، لكن دي فرصه بالنسبه لي، وانا شايف ان هي فرصه كويسه ليا وللنادي زي ما هو قال. فانا بطلب منه ان هو يعني برضو اكيد يعني انا شايف برضو ان يعني هو يعني كمجلس اداره يتسهل شويه، وعلى حد علمي برضو ان نادي الزمالك عرض. انا ما اعرفش هو عرض كام. انت اكيد وصلك برضو رقم يعني. لا انا ما اعرفش والله يا استاذ محمد، بس انا على حد علمي ان نادي الزمالك عرض، واحنا مستنيين يعني هو نادي الزمالك مستني رد من النادي الاولمبي. فربنا يكرم يعني، وانا بتمنى المفاوضات دي تمشي يعني، لان ده شرف ليا ان انا العب في نادي الزمالك. عموما جنش بنتمنى لك التوفيق، لكن انا حابب اقول ان اذا كان الناس يعني هتقارن بينك وبين ابو السعود راح النادي الاهلي، هو لاعب في منتخب مصر، شارك في كاس الامم الافريقيه رغم انه ما لعبش. لاعب دوري ممتاز طبعا. لاعب دوري ممتاز، وكان لاعب دولي، وفي جميع الاحوال برضو كان الرقم فيه مبالغه، لان كان فيه مزايده بين الاهلي والزمالك عليه، كان رقم 5 مليون او 6 مليون، في جميع الاحوال فيه مبالغه. لكن ايضا يجب الا يتم بخس حق الاولمبي، يعني لازم الرقم يكون مناسب لجميع الاطراف حتى تنتهي هذه الصفقه. انا بشكرك جدا. محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الاولمبي كان معنا على الهاتف. احمد حسن، كابتن احمد حسن، انا كنت قريت له على الموقع الرسمي للنادي الاهلي تعليق كده او تصريح بيهاجم الناس اللي هاجمت مانويل جوزيه قبل ما يجي، فواضح ان احمد حسن بيحاول انه يرضي مانويل جوزيه في كل الاحوال. احمد حسن عارفين عقده ينتهي السنه دي، مصاب اصابه رباط صليبي، سنه 36 سنه، يعني حاجات كتير جدا بتجعل الاهلي يفكر 100 مره قبل ما يجدد تعاقد احمد حسن، الا لو احمد حسن نفسه في الملعب اثبت انه يستحق التجديد. وده اللي قاله مانويل جوزيه اول ما اتسال على احمد حسن، قال الكره في ملعبه، يعني
لكن من الواضح من البدايه بدات تظهر ملامح ان احمد حسن لن يقيد في القائمه الافريقيه، وانا عايز اقول ده كلام منطقي جدا، لان احمد حسن هيرجع في شهر فبراير يبتدي ينزل الملعب، هياخد له شهر ولا حاجه على ما يجهز، يعني في مارس او اخر مارس او نص مارس ممكن او ابريل يبتدي يلعب، يكون الاهلي لعب بعض المباريات في الادوار التمهيديه الافريقيه، فمن الواضح انه لن يقيد في القائمه الافريقيه، وده تفكير عملي جدا ما فيهوش اي يعني لا يقلل من احمد حسن ولا يقلل من النادي الاهلي، لازم الاهلي يفكر بشكل عملي، ومانويل جوزيه تحديدا لازم يفكر بعقله مش بقلبه، حتى لو بيعشق احمد حسن رغم ان عارفين كانت علاقه متوتره بينهم لما كان مانويل جوزيه السنه الاخيره قبل ما يمشي، لكن في النهايه لازم يفكر بعقله، لازم تكون مصلحه الاهلي امامه في جميع الاحوال. هل يقيد احمد حسن على حساب لاعب ممكن يفيد الاهلي؟ اصل مجرد ان هو احمد حسن وعقده هينتهي السنه دي وممكن ما يتمش التجديد معاه، فبالتالي النصف الاخر من البطوله الافريقيه لن يستفيد منه النادي الاهلي، فانا بتصور ده قرار صائب لو خد مانويل جوزيه بعدم قيد احمد حسن.